اصحى يا نايم، وحد الدايم، الحاضر يعلم الغايب، الشيف يوسف ومقلية التفال اتحدوا سويا لتحضير وطهي الأطباق التي انتم طلبتوها. اصحى يا نايم. صحيتني، يلا تفضل. صحينا، تفضل. شيف يوسف يلا. انا مسحرات. احلى مسحرات. حلقة اليوم من الرجل مقلاة تيفال، تحدي يعمل المددرة طريقة سهلة وسريعة. طبعا حستخدم الرز البني بدل الرز الأبيض. الرز البني فيه له فوائد أكثر، طبعا القيمة الغذائية اللي في الرز البني أعلى من الرز الأبيض، فأفضل أنه نستخدم البني. ما بيفرق كثير في الطعم، بس حنضيف قيمة غذائية لأهلنا وأولادنا أكيد. حميت المقلاية، طبعا دائما بنضيف زيت. فيني اعمل الطبخه بلا زيت، الزيت بدي نكهه وبيحلي، لانه المقلايه ما حتلصق، فنضيف شويه زيت عشان الطعم بس، يعني مو عشان ما تلصق. فاذا بتعملوها بلا زيت فيكم تعملوها بلا زيت كمان. انا بس اضيف شويه، دائما احنا نضيف زيت، الشفيه بيضيفوا زيت عشان النكهه. فاذا بتعملوها زي ما قلت بتعملوها بدون زيت عادي. عندي هنا عدس سلقته تقريبا 15 دقيقه، تقريبا 3/4 طبخه. والرز نفس الشيء ما طبخته 100%، 3/4 إلى نص طبخة، لأنه حطبخه كمان هنا. حضيف البصل، بصل أبيض مفروم. شيف يوسف، المدردرة ما بتشبه شوي الكشري؟ تشبه كثير الكشري. المدردرة أظن اللي ناقص من المدردرة عشان تصير كشري بيحطوا مكرونة في الكشري، وبيحطوا صلصة طماطم مع كمون. لازم نسوي لها نفس التسمية بالسعودية مدردرة؟ نفس الشيء، لأنها أكلة من أكلة لبنانية فبيسموها نفس الشيء، بس ممكن في ناس بيضيفوا لها لحمة ولا شيء، بس هذه كويسة للنباتيين. ممكن نسميها كمان الريزوتو عربي، يعني انه بنفس الطريقة اللي بتنطبخ الريزوتو بنطبخ المدردرة. ضفت كمون وكركم مع البصل. حاجة أضيف زي ما قلت العدس سلقناه نص سلقة أو 3/4 سلقة. بيقولوا بقوي، فيه فيتامينات كثير وخاصة فيتامين بالضبط، الحديد. لانه كله بروتينات، ما في داعي نضيف لحمه، يعني انه حتشبع بعد ما تاكلها، يعني ما في داعي نضيف لحمه او دجاج. نضيف شويه مويه. حنضيف الرز زي ما قلنا 3/4 سلقه برضه، وزي ما قلنا زي الريزوتو تقريبا نفس الطريقه بتنطبخ. بيحطوا الرز وبيحطوا البصل وبيحطوا عليها شويه مويه. ممكن نستخدم مرقه خضار، مرقه دجاج، زي ما تحبوا في البيت. بنحط لها مرقه. ممكن تحطوا انا حطيت مي، بس ممكن نحط مرقه دجاج او مرقه خضار زي ما تحبوا. يعني انا حطيت كمون وكركم وملح فقط لا غير. ممكن انتم حبيتوا كزبره مطحونه، كزبره مفرومه، بقدونس، زي ما تحبوا. يعني زي ما قلت انه ممكن نغير في الطبخات زي ما نحب، انه ما حيكون غلط، يعني ما في صح وغلط في الطبخ. دائما نحاول انه نجرب اشياء جديده، ممكن تزبط ممكن ما تزبط، نرجع نجربها مره ثانيه يعني. وزي ما قلت ما حتاخذ وقت. كل الطبخات اللي بنعملها في الحلقات حقتنا تاخذ تقريبا 10 دقائق الى 8 دقائق. يعني بحس انه المدردره بتوفر فيها المصاري، بتوفر دواء بالضبط، بس نتاكد اهم شيء وبتوفر وقت. بس الوقت البسيط اللي حياخذ منا انه نسلق الرز ونسلق العدس تقريبا 15 دقيقة. والرز عشان رز بني وفيه له الياف غذائية أكثر ياخذ تقريبا نص ساعة، فهذا الوقت الوحيد. فممكن نطبخ الرز الليلة اللي قبلها ونرجع في البيت يوم الغداء نعمله ويكون سريع، يعني بس انه نتأكد انه يكون مسلوق، يعني ما يكون ني. فهذا الشيء انه ما حنجوع، فبيشبع. وزي ما قلنا ما في داعي نضيف لحم. انت انا عارف بدك لحم، بس اليوم ما في لحم، اليوم نباتيين. قلت لي في حديد، في ألمنيوم؟ فيها نحط له ألمنيوم نكسر شقفه ونحطها. حنجيب الصحن زي ما شفتوا. كم دقيقة دحين حسبت ولا ما حسبت؟ لا ما حسبت.
الصحن. صحن. يعني انا جعت. اكيد جوعت. طبعا زي ما قلنا ممكن كمان الدجاج اللي نطبخه ممكن نطبخه في الفرن ونقطعه عصال ونحطه في الصحن، يعني ما زي ما نحب، لحم، دجاج. وفينا نزينه في نفس المقلايه حضيف شويه زيت زيتون عشان النكهه مو عشان يلزق وتكون حاره. حضيف البصل، انا عملته بس حوريكم. وبنستخدم نفس المقلايه لانه نفس النكهه اللي فيها الكركم وفيها الكمون. حنضيف البصل ونقليها لين ما توصل اللون البصل يوصل لهذا اللون اللي طلع لون البصل بني، لين ما يوصل لون البصل بني. في غير الوان؟ ايش لون تبغى انت؟ موف مثلا. نحط له موف. هذه المددره تقريبا في 10 دقائق، سهله وبسيطه. عاده بناكلها مع السلطه او اي شيء تحبوه. ممكن كمان نضيف عليها، انا اضيف طماطم مجففه، ممكن تضيفوا كمان الطرشي، المخللات، الجزر او اي شيء. بتدي نكهه وكمان بتدي قيمه غذائيه. دائما بنحاول نضيف الخضار لاولادنا واطفالنا. زي ما شفت طريقه سهله، انا متاكد انك جيعان وتبغى تاخذ معك على البيت. تحدي اليوم كان المددره. طبعا انتم تحديتوني انا والمقلايه حقتي، مقلايه تيفال، انه نعمل المددره بطريقه سريعه وسهله وصحيه. عملنا المددره في 10 دقائق وزي ما شفتوا سهله. انا والمقلايه فزنا مره ثانيه. رح تحدونا باي وصفه تحبوها. انا والمقلايه حنكون موجودين في الرجل ومقلايه تيفال. شوفونا في الحلقه الجايه. شباب يا أهالي المدينة الكرام، ودي كانت وصفتنا اليوم يلي حضر لنا إياها الشيف يوسف ومقلاية تفال. واللي عايز وصفتنا اليوم يتابعنا على الفيسبوك والتويتر. يا أهالي المدينة الكرام،